حبيبك احمد حسام ميدو معانا. سابقا. لا حبيبك وهيفضل حبيبك. بص يا خالد، انا ما بحبش حد يغلط فيا. تمام. وانا كنت متبني احمد حسام ميدو وكنت براهن عليه مدير فني للعام القادم. ولما جبت اشرف قاسم، انا جبت اشرف عشان هو المدير الفني القادم باذن الله. لان هو لو انسان ذكي كان يعرف هو ليه التحرك. طب هو نجح في قطاع الناشئين. هو ما عملش حاجه عشان اشيله. انما انت عارف لما بتحب ترقي حد الاول بتخلي حد مكانه. صحيح. انا عندي بقى خطوط حمراء. الخط الاحمر عندي الوحيد مصر. الزمالك عمره ما كان خط احمر عندي خالص. وطني مصر. لو الاخ اللي اتكلم عليه دون عنده خناقه مع حكم، عنده خناقه مع ناديه، عنده خناقه مع الجن الازرق، انا معاه. انما عنده خناقه مع وطن اسمه مصر وبيشتم رئيس مصر القائد الاعلى للقوات المسلحه وجيش بلدي، لا، انا ما عنديش حاجه اسمها الزمالك خالص. عندي مصر. وده اللي الاخ احمد حسام ما فهموش، وحاول يفهموا لي انه المفروض افهم ان انا اقف مع اولاد النادي. استاذ احمد، انا اقف مع اولاد النادي في اي حاجه فيما عدا انك تتعدى حدودك على وطنك. جيش بلدي خط احمر، ما عنديش خطوط حمراء ثانيه. سياده المستشار، انا دلوقتي انت رمز كبير لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك، واحمد حسام ميدو راجل يعني من نجوم نادي الزمالك العالميين مش المحليين كمان، وانت تبنيته وقفت جنبه، هو قال كلام رائع عنك في الحلقه. فانا دلوقتي عايز ان احنا في العشر الاواخر مش عايز ابدا ان يكون في خلاف ما بينكم انتوا الاثنين. يا خالد انت ليه مصور في خلاف؟ انا ما عملتلوش حاجه. هو اللي فجاه من غير مناسبه راح عامل، وانا حذرته قبل كده قلت له زفت الطين التويترات دي ما هتوديك في ده يا مين. ايه في الام الصفحه بتاعتك دي عامله لنا مشاكل مع الدنيا كلها، فلفت المشاكل وجت معايا انا. هو بص هقول لك حاجه، يعني انا هقول لك حاجتين. اولا هو قال لي انا في وقت خسرت الوايت نايتس كلهم عشان خاطر كلمه الحق ان انا لازم اقف جنب سياده المستشار في وقت كان في ناس استخبوا. وانا طلعت راجل مع الولاد واتنازلت لهم وطلعتهم كلهم من السجن قبل رمضان. خلي بالك، وانا كنت ايه شروح في اكل. يعني كان شروح مش هزار. تاني حاجه يا سياده المستشار، هو قال استاذ مرتضى منصور زي والدي زي ابويا، بعامله دايما ان هو ابويا. لا انا اصغر من ابوك شويه. بيقول لك اصغر من ابوك شويه. اتفضل كلم يا ميدو كابتن سياده المستشار. اتفضل ميدو هيكلمك. اتفضل. ما فيش حاجه. دايما سياده المستشار انت عارف دايما ان انا يعني فعلا بعاملك زي ابويا، لكن في بعض خلينا اخوك الكبير يا احمد. ما تكبروش يعني. خلينا زي اخوك الكبير. هو بصراحه سياده المستشار هو زعل منك بس يا سياده المستشار في حاجه اما طلعت قلت ان انا يعني بهدد فيريرا بيه، يعني ان هو كده. لا يعني برضه ده جزء من المناوره مع الاعلام برضه يا خالد. والله انا قلت كده. والله انا قلت كده. هو بس مش واخد باله. طب ليه انا بقول له تفاوض مع اللعيبه؟ يعني انت قلت لميدو تفاوض مع لعيبه؟ قالوا. دي حقيقه. ما قدامك اهو. وانا قلت له على فكره يعني هو لو ما كانش ان انا في نيتي ان انا اجيبه اقول له هتفاوض مع اللعيبه؟ اهو قدامك اهو. وانت لسه في نيتك تفاوض مع مين وتفاوض مع مين وهات مين اهو قدامك. في نيتك ان انت تجيبه لسه؟ طبعا. لا انا حلفت اصوم 3 ايام. ازاي؟ هو هيصوم 3 ايام وانت تصوم 3 ايام. لا انا بص اتفضل. هو اتعامل معايا. ويمكن سبب رئيسي من اسباب ان ابراهيم حسام مشي هو احمد حسام لما ابراهيم تطاول عليه. انا ما بحبش حد يغلط في حد. ده طبعي. خلي بالك. وانا عمري ما غلطت في حد من غير سبب. خلي بالك يعني انت عمرك ما غلطت في حد من غير سبب. خلي بالك. اللي بيجي ناحيه مناخيري بقطع له رقبته. تمام. حضرتك اتعامل معايا بادب واحترام، بشيلك فوق دماغي. تمام. تطلع بقى كناس، تطلع بواب، تطلع صاحب عماره، تطلع بيه، تطلع باشا، دي فوق دماغي. انما حضرتك هات لي حد ان انا بديت بالعدوان عليه اللي هو بدا العدوان عليه. ده طبعي. ده والدوله كلها عارفه الكلام ده. ما تجيش ناحيه مناخيري. فانا قلت هو انا قدامك اهو. منين انا ما كنتش هجيبه ومنين كلامي واضح. ومنين ان انا قلت له هتفاوض مع فلان وفلان وفلان. اهو بيقول لك اهو متفاوض قدامك اهو. اتفضل. مش قال لك تفاوض مع لعيبه؟ وانا قلت لك ان دي مناوره اعلاميه. والله قلت لك دي مناوره اعلاميه. تعليمات منه راح لفلان بيته. انا بقول لك هو شايفني وسامعني. راح لفلان بيته اهو قدامك. صحيح. انا على تعليمات منه. يبقى انا بقى ازاي بقى بعمل مناوره؟ انا ما بعرفش اعمل مناورات. وانا بقى اللي اتحملت. يعني حضرتك قلت في الاعلام ان انا بهدد فيريرا بميدو، كان كلام اعلام. هو يعني فيريرا اصلا بيعرف عربي؟ انا كل ده بلاعب شوبير.
بتلعب شوبير. هو كلام كان مع شوبير. كل شويه يقول لك ايه، وهل انتهى فيريرا في الزمالك؟ وهذه نهايه فيريرا في الزمالك. واخد بالك؟ سيبني اديني مساحه مع الناس دي اشتغل فيها. لكن انا بقول لك اهو، محدش يعرف ان انا كلفته بعض اللاعبين، خلي بالك، والمدير المالي بناء على تعليمات منه راح للعيب بالفلوس في البيت. انا بقول لك اهو قدامك. طب انا بجيبه يعني، ما انا مش فاهم، هو في قطاع الناشئين وناجح، ايه المشكله؟ لكن لازم يفهم، ما دام صعدت اشرف قاسم في المكان دون، يبقى اذا انا راجل في طريقي اللي انا اتفقت عليه، خلي بالك. فليه هو بقى وبعدين تاني بقول، الولد اللي قال ادبه على الجيش دون، هو قال ادبه على قائد مصر. لو هو متخانق مع مين؟ لو هو بقى بص، لو هو متخانق مع السيسي ده كرئيس جمهوريه، يعني معاه كده رئيس جمهوريه ملوش دعوه بالجيش، واخد بالك؟ انما قاعد يقول لك ايه، الجيش وولادنا وبيموتوا وسايبينهم. يا ابني انت رحت الجيش؟ يا ابني ولادنا دول اللي قاعدين على الحدود دول كل يوم، الولد فيهم سواء ضابط جيش او عسكري او ضابط بوليس او عسكري، طالع من بيته والله العظيم يا خالد بيبقوا طالعين بيقولوا ان احنا مش راجعين تاني بيوتنا. فدول محتاجين اللي يطبطب عليهم، مش محتاجين اللي يتريق عليهم. وبعدين راجل قائد الجيش ده بيعمل ايه؟ ما فرمهم لك. ما احنا شفنا الحقيقه، سيبك من الاعلام المضلل، ما العيال في سينا المجرمين اتفرموا. يعمل لك ايه تاني اكتر من كده؟ سياده المستشار، انا دلوقتي ميدو معايا، تقول ايه لابنك؟ اقول له ربنا يهديك. ولا لا بلاش ابنك، تقول ايه لاخوك الصغير؟ يعني انا عايز اقول له، يعني هو مجنون زي احمد مرتضى وامير بالظبط. طبعا. وهم برضه الثلاثه، يعني ياما امير ده برضه عامل لي في الصفحه بتاعته حاجات كده. يا ابني بتعمل ايه؟ ليه بتكتب الكلام؟ والله العظيم مره وزير الداخليه كلمني قال لي هو امير ده مش كان ضابط شرطه؟ قلت له اه. قال لي طب شوف كاتب ايه على الصفحه، واخد بالك؟ هي الصفحات دي اللي مخربه دماغ الولاد. فانا بقول له من فضلك يا انت بني ادم توليت في يوم من الايام مدير فني لنادي الزمالك، وده نادي كبير، وانت راجل شرفت الزملكاويه، انت راجل، سيبك انك معلق، وانا رافض قطر دي اصلا، مش طايق قطر ولا موزه ولا تميم ولا طايق اشوفه اصلا يعني، واخد بالك؟ لكن انت راجل عملت اسمك انت بنفسك، انت سبت الزمالك وعندك 16 سنه، رحت احسن انديه في العالم، خلاص؟ ده بالنسبه لها قيمه ليك يا احمد. لما تيجي بقى النهارده تتكلم عن رئيس نادي الزمالك، المفروض رب الاسره بتاع الزملكاويه، وانت شايف انا عندي مشاكل بالهبل. الضرايب فجاه الاسبوع اللي فات الضرايب حاجزه، والتامينات حاجزه، ووزاره الزراعه حاجزه، وكلها فلوس على ممدوح عباس بالملايين، وبعدين الاخ ممدوح عباس مش مكسوف راح يحجز اخر، واخد بالك؟ والقروض اللي بتاع الهدايا ولا المنح اللي كان بيديها ديت ايام بقى الشيكابالا والاجوجو ومش عارف مين، قال لك روح ضارب عقود، ده تاني مسؤول ضارب عقود بتواريخ قديمه، ونسي كمان يكتب اليوم بكام، واخد بالك؟ فكل ده تربك اما الاقي يعني انت عايز ميدو يبقى في ظهرك. ثانيه واحده، كل ده بقى الاقي ابنك ميدو بيقول لك ايه بقى؟ واصل مش عارف يا رئيس النادي مش يا عمي انا ناقصاك يا عم ميدو، انا مش ناقصاك، انا محتاج بقى اللي بيطبطب عليا في الوقت ده، لان عندي 100 ازمه والله العظيم. اجتماعين مع رئيس الوزراء، راجل وزير الشباب والرياضه، الراجل المحترم ده، اجتماع مع وزير الماليه وحصل بينه وبينه مشكله قدام رئيس الوزراء، اجتماع مع وزير الزراعه، كل ده على شأن. والحمد لله طبعا تاني بقول للزملكاويه بالقانون تم فك الحجز على جميع ارصده النادي في البنوك، والقصه دي خلاص خلصت الحمد لله بفضل ربنا، ومش عايزين حاجه من ممدوح عباس، يقعد بقى في حاله كده ويسيبنا. طيب ميدو تقول ايه لاخوك الكبير؟ لا طبعا اقول للمستشار مرتضى منصور. انت فهمت القصه طبعا كنت فاهمها غلط. لا ايا كان، انا المستشار مرتضى منصور يعني مهما كان في اختلاف في وجهات النظر، هو سيظل اب ليا واب لكل العاملين بنادي الزمالك والزملكاويه كلهم، وباكد له مره ثانيه ان احنا كلنا في ظهره، ولو في وقت من الاوقات انت قلت حاجه غلط، انت قلت لي ممكن اكون قلت خاني التعبير. ممكن فيعني هو راجل، يعني طبعا المستشار مرتضى زي ابويا ومش زي اخويا، زي ابويا، وبعتذر له لو هو فهم رايي بشكل غلط يعني. سياده المستشار خلاص اصوم 3 ايام. يعني ميدو المدير الفني القادم مستقبل نادي الزمالك هتيجي وهتصوم، هو هيصوم وانت هتصوم. خالد انا ليه جبت اشرف قاسم؟ انا جبت اسماعيل يوسف، تمام. انا ليه رجعت مدحت عبد الهادي؟ تمام. الناس دي دول اللي خدموا نادي الزمالك، وبشير اللي تابع رجع النادي، تامر عبد الحميد وتامر عبد الحميد رجع، صحيح، رجع ولاد النادي تاني، والناس الكبار والله العظيم. يعني انا كنت قاعد مع كابتن ابو رجاله النهارده، غانم سلطان، محمد صلاح، اللهم صل على النبي عشان ما انساش حد، بس وحيد كامل، الخواجه، الناس دي بعمل اداره كوره في نادي الزمالك، اداره للكوره.
يعني الحكومه برميهم بره عشان جبت جيل جديد. لازم استفيد من القديم خبرته واستفيد من حماس الشباب اللي هو خدها من النادي. طيب اخيرا كده نقفل القصه، وبشكركم على انت راجل محترم، بس عايز اسالك سؤال اخير. ايفونا؟ لا ايفونا، قول لي على ايفونا اخباره ايه؟ هل مضى خلاص في الاهلي خلاص؟ لا طبعا ايفونا لسه رئيس النادي مكلمني من نص ساعه. رئيس نادي الوداد؟ طبعا حبيبي. قال لك ايه حضرتك؟ لا الراجل معانا في الصفقه طبعا. يعني لسه الصفقه ما انتهتش للنادي الاهلي؟ هتطلع منها لما توصل 60 مليون. مش هتطلع منها ما توصل 60 مليون؟ لا بس محمد ابو وهاب النهارده كان بيكلمني، الحاج محمد صاحبي بيقول لي ايفونا جاي النهارده هيوصل مصر الساعه 8. مش عارف بقى الساعه 8 جت ولا هو ايفونا اللي جه، مش فاهم. تمام. طب لكن عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. ان حصل اتصال تليفوني بيني وبين الاستاذ ماجد نجاتي رئيس نادي انبي عشان اللعيبه كهرباء. ايوه. وعلشان احمد رفعت. نعم احمد رفعت. وعشان عمرو حلواني. وعلشان مين تاني؟ انا خايف انسى حد. صالح جمعه في الاهلي خلاص؟ لا صالح جمعه مش في الاهلي. احنا النهارده جالنا عرض من انبي على صالح جمعه. فعلا؟ يا بيه انا بعرف اهزر؟ ما بعرفش اهزر. شوف قلت قبل كده كل احلام الزملكاويه اوامر، والولد العبيط التافه اللي بيكتب في جورنان المرتشي اللي اسمه صوت الغمه اللي بيقول لك اصل قال لك عقود اللعيبه في درج مكتبي، وحياه حضرتك في درج مكتبي. ولو تريقت على الزمالك تاني هقطع لسانك بالقانون. لان اذا كان الراجل صاحب الجورنان الله يرحمه اللي مات وساب الجورنان كده متدعي يمين وشمال، لا. وعلى فكره انا بكلمك واللي قال لك اصل كهربا كان موجود في عند استاذ مرتضى علشان يمضي، لا انا كهربا كان موجود عشان قضيه اخوه ووالده قاعد قدامي وانا بكلمك اهو، عشان انا راجل محامي محترف. يعني والد كهربا قاعد معاك دلوقتي؟ قدامك قاعد قدامه اهو. طب هسأل حضرتك سؤال اخير. الموقع الرسمي بتاع نادي الزمالك قال ان كنت عايز تكلمه يكلمك. طب يا ريت. ما عندوش مشكله. طب هات والد كهربا. طيب ماشي. هو الراجل عنده قضيه جايه قضيه ابنه، بس بيقول لك لو هو ابني عايز يلعب في الزمالك يشرفني يلعب في الزمالك، لكن احنا لا مضينا ولا اتفقنا معاك اهو. طب هاتولي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاج؟ انا الحاج عبد المنعم ابو كهربا. ازيك يا حاج عبد المنعم؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن. انا جاي فعلا بالصدفه للقضيه، وطبعا مش ببدع في الاستاذ مرتضى منصور رقم 1 في مصر كمحامي، هو وفريد الديب وهو انا مش قد الناس دي، فالراجل بيتعاون معايا ويشرفني ان محمود كهربا ابني وانا المدير بتاعه وانا المسؤول عنه يلعب في نادي الزمالك، في خصوصا في الاداره المحترمه دي. انا مش بجامل حد. يعني حضرتك حابب ان كهربا يلعب في الزمالك؟ بكل شرف. اشكرك يا استاذ عبد المنعم على والكابتن احمد حسام عارف كهربا وقدرات كهربا في الملعب، انا ما اعرفش حاجه زيه، هو يعرف اكتر مني. كابتن حسام اللي قاعد قدامك حسام ميدو عارف الكابتن كهربا لعيب كبير. لعيب كبير. لعيب كبير طبعا. فالحمد لله. اتفضل معاك سياده المستشار. سياده المستشار. الواد العبيط ده الاهبل بقى بتاع صوت الغمه عرفوا انه عبيط. طيب انا ما اعرفش مين والله. طيب مش عارف في حاجه هلال كده واد تافه كده. ذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك ان قرار مفاجئ اتخذته قناه النادي بايقاف كافه برامج رياضيه بالقناه جاء بعد صدور قرار من اداره القناه بالسعوديه بايقاف برنامج شادي محمد بناء على شكوى من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك. وقال الموقع الرسمي من الزمالك ان اداره القناه قررت بشكل مفاجئ ايقاف جميع المباريات. يعني عايز تعليق حضرتك على الخبر؟ لا انا ماليش تعليق، انا طبعا ماليش علاقه بهذا الموضوع. الناس السعوديين ناس محترمين. الشيخ صالح كامل على فكره انا 10 سنين المستشار بتاعه. قلت مع هذا الرجل المحب لمصر العاشق لمصر وابن اخته الشيخ عبد العزيز. ناس مؤدبه ناس محترمه. هم بياخدوا اجراء عندهم يوقفوه يشغلوه، هم حرين. لكن انا قلت قبل كده انه ما حدش يغلط في نادي الزمالك، لكن ده اجراء انا طبعا انت فاجئتني بيه دلوقتي. واخد بالك انه ده قرار ناس محترمه لو كانت اتخذوه فعلا. واعتقد لو هو اتخذ القرار ده يبقى درس قاسي لكل حد بيغلط من غير سبب. وخلي بالك بقول لك تاني انا اتعاملت مع الشيخ صالح. الراجل ده